أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في جديد أخبار المغرب اليوم. وهذا أبرز عنوانها: انتحار وكيل الملك يخلف أكبر فاجعة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل: حاول أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين سبع في الدار البيضاء الانتحار. وحسب مصادر جريدة الصباح اليومية فإن المسؤول القضائي حاول الانتحار داخل منزله على مستوى جماعة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان بعد محاولته قطع شريانه عبر آلة حادة ونقل المعني بالأمر إلى المستشفى بالمحمدية، حيث تم إسعافه وتقديم العلاجات الضرورية له. هذا ولا تزال أسباب محاولة انتحار وكيل الملك غامضة، غير أن بعض المصادر رجحت أن تكون محاولته الانتحار راجعة لخلافات عائلية، ويرجح أن يفتح المجلس الأعلى للقضاء تحقيقا بشأن الواقعة لأن المعني بالأمر يحمل صفة قضائية. فما السبب في نظركم؟ اتركوا لنا آراءكم في التعاليق، وشكرا لكم متتبعين الكرام.